بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله نتكلم عن الثوابت في PHP. اولا، يعني ايه ثابت؟ الثابت هو متغير، وبما اننا ذكرنا متغير يبقى المتغير له اسم وله قيمة وله نوع. الثابت برضه له اسم وله قيمة وله نوع. الاسم بيبقى ما نقدرش نغيره في المتغير ولا في الثابت. القيمة في المتغير نقدر نغيرها، في الثابت ما نقدرش نغيرها. النوع في المتغير في PHP بالذات لانها ويك تايب ممكن تغير نوعها، انما في الثابت برضو بما انك متقدرش تغير القيمة فما تقدرش تغير نوع الثابت. يبقى كده الثابت ما نقدرش نغير اسمه ولا قيمته ولا نوعه، بعكس المتغير نقدر نغير قيمته ونوعه انما ما نقدرش نغير اسمه. طيب جميل. طيب دلوقتي ازاي نعرف ثابت؟ تعريف الثابت والإعلان عنه بيبقى في نفس السطر. يعني احنا كنا في المتغيرات ممكن نعمل كده، بعد كده نعمل كده بالشكل ده في الأول إعلان وده بعد كده تعريف. لا، الثابت الإعلان والتعريف في نفس السطر، زي ما احنا ممكن نعمل كده ويبقى اعلان وتعريف في نفس الوقت برضو. بس ده في المتغيرات حاجة اختيارية، يعني ممكن تعلن اول وبعد كده تعرف، او ممكن تعلن وتعرف في نفس الوقت. انما في الثوابت لازم تعلن وتعرف في نفس الوقت في نفس السطر. طيب الاعلان عن الثابت بيبقى عن طريق كلمة define، زي دالة كده او زي function بندخل فيها 2 بارامتر. اول بارامتر بيبقى نص عبارة عن اسم الثابت. الثابت ده هتسميه ايه؟ للعلم ان شروط تسمية الثوابت نفس شروط تسمية المتغيرات. يعني ما ينفعش يبدأ بحرف، ما ينفعش يبدأ برقم اسف، ولا يبدأ بأي رموز لاتينية، يا اندرسكور يا حرف، وبعد كده تبقى تحط بعديه الارقام، بس برضو ما ينفعش تحط فيه اي رموز لاتينية. طبعا انا دي ممكن اكون نسيت اقولها في شروط تسمية المتغيرات. بس دلوقتي شروط تسمية المتغيرات والثوابت الاتنين زي بعض، ما يبدأش الا باندرسكور او حرف، وبعد كده ممكن تحط فيه ارقام بس ما ينفعش تحط فيه اي رموز لاتينية زي الرموز دي. يعني ما ينفعش تحط اي رمز من الرموز دي لا في الاول ولا في الاخر. تمام. حتى هو كاتب لي هنا في موقع PHP ده الفاليد. طبعا الانفاليد اللي بادئ برقم، مع اننا حاطينه ما بين علامتين تنصيص. اسم المتغير حاطينه ما بين علامتين تنصيص، بس برضو ما ينفعش يبدأ برقم. تمام. نسميه مثلا نيم. طبعا معظم المبرمجين بيسموا الثوابت بحروف كبيرة، بس هي مش شرط، ممكن تسميه بأي بحروف صغيرة عادي يعني. بعد كده بناخد كوما او الفاصلة، وبعد كده نحط القيمة بس كده. طيب كده اعلنا وعرفنا عن الثابت. طيب عايزين نطبعه بقى، عايزين نطبع القيمة. ما هو طبعا احنا لما بنقول نطبع ثابت او نطبع متغير يبقى نطبع قيمته. طيب هنطبع قيمة ازاي؟ هنقول ايكو عادي جدا، بس مش هنحط اس دولار نيم، لا مش هنحط اس دولار، هنحط الاسم زي ما هو كده، اسم الثابت زي ما هو كده نحطه. نشوف اهو طبع لي احمد عصام. جميل.